السلام عليكم. على امتداد التاريخ نجوم كثر مروا من كرة القدم المغربية والعالمية. أحمد فرس واحد من هؤلاء، ابن المحمدية من مواليد 1946. هذا الفتى الوعيد مع مرور السنوات سيتألق، سيلفت الأنظار بيسرى ساحرة. سيلتحق فريق شباب محمدية في موسم 63-64 وغيفوز معه بلقبين تاريخيا كهداف في موسم 69 و 73، في كل موسم 16 هدف. أحمد فرس 118 مرة حمل القميص الوطني، الهداف التاريخي لكل الأزمنة لكرة القدم المغربية 42 هدف. أحمد فرس غادي يلعب مع الجيل الذهبي لفريق شباب محمدية واللي فاز معه بلقبين تاريخي لكأس العرش في 72 و 75. لعب مع الحارس الكبير الطاراد، لعب مع عسيلة والحدادي اللي كانوا كيشكلوا ثلاثي خطير الى جانب قلاوه وغيرهم من اللاعبين المشهورين في فريق شباب محمديه. فرس غيثير انتباه المتتبعين وغادي يتم جلبه للفريق الوطني وغادي يلعب مع كاحتياطي في كاس العالم سنه 1970، لان الفريق الوطني كان يعوج انذاك بخط هجومي ناري كيتشكل من الغزواني وحمان وكذلك سعيد غاندي. الفرس غيتحيل الفرص ولما نقد عليها نقد على الفرصه نقد عليها بالنواجد. غادي يشارك في واحد المجموعه من اللقاءات وغادي يكون من ابرز الهدافين في تاريخ الفريق الوطني. فرس غادي يسجل 6 ديال الاهداف في 12 مقابله نهائي كاس افريقيا للامم. فرس غادي يسجل 3 الاهداف في الالعاب الاولمبيه بميونخ 1972 بالمانيا الغربيه انذاك. فرس غادي يسجل 12 هدف او 6 ديال الاهداف عفوا من ضمن 14 المقابله الخاصه باقصاء كاس العالم سنوات 70 74 و 78. فرس بهذه العطاءات وبهذا السخاء غادي يثير انتباه، خصوصا في دوره 1976 البطوله الافريقيه للامم التي اجريت باديس ابيبا ودير دوا باثيوبيا. الفريق الوطني حقق نتائج مدهشه وتالق بشكل واضح، والفضل يعود لكل مجموعه وبالضبط الفرس اللي توج هداف لتلك الدوره. فرس بهذه العطاءات بهذا السخاء غادي يفوز وغادي يكون اول لاعب عربي افريقي يفوز بالكره الذهبيه، الكره الذهبيه التي منحت له عن جدار واستحقاق. وقتها دعا صيت الرجل على المستوى المغاربي والعربي والافريقي. فرس بامكاناته الرهيبه التقنيه والبدنيه بالرغم قصر قامته سيلفت الانظار اليه مبكرا وغادي يعمر طويلا في ملعب كره القدم. غادي يلعب في فريق شباب محمديه من موسم 63-64 حتى سنه 82 تقريبا، واحد 19 سنه في الوقت غادي يلعب 14 سنه في الفريق الوطني بالضبط من 65 ل 1979، تاركا وراءه احداثا كثيره تتحدث عن شيمه واخلاقه وكذلك عطاءته الغريزه في ميدان كره القدم. أحمد فرس بطبيعه الحال هذا التتويج التاريخي جابوا مع واحد مجموعه من اللاعبين المتالقين. نتذكر الرباعي التاريخي للفريق المغربي الفاسي المرحوم الحارس حميد الهزاز، الفنان في خط الوسط الزهراوي، النفاثتين القزار وكذلك التازي. نتذكر كذلك رباعي شباب محمديه الى جانب فرس هناك الجناح الطائر عسيله والفنان الحدادي والمدافع الصلب قلاوه. نتذكر لاعب الدفاع الحسن الجديدي بابا وشريف. نتذكر ثلاثي الوداد احرضان ومجاهد وكذلك لاعب ابو علي. نتذكر كذلك السميري من المولوديه، المرحوم العربي شباك من الاتحاد البيضاء وكذلك المهدي ملوك. نتذكر الحارس فتاح من الفتح والحارس عبد اللطيف العلو من الجمعيه الرياضيه السلاويه. هذو هما النجوم اللي اتوا الفريق الوطني واللي عطاوه الدفعه اللازمه والقوه الكبيره في سنه 1979 واللي هو اللقب الوحيد لكره المغربيه حتى الان. بطبيعه الحال فرس كما قلت توج هداف والفريق الوطني فاز باللقب، ولكن الفريق الوطني غتبقى في الذاكره اللي غادي تجي غتبقى في ذاكرته واحد اللحظه يمكن نقول عصيبه لما تنقل بطائره من اديس ابابا لمدينه دير دوا نشب حريق في احدى محركات الطائره، ولكن القدره الالهيه كانت حاضره والفريق الوطني نجب اعجوبه من ذلك الحديث ورجع معزز مكرم وتم استقباله استقبال كبير هنا في ارض الوطن وبقى هو اللقب الوحيد للكره المغربيه حتى الان. فرس بطبيعه الحال
كثير من تسالوا بانه يمكن علاش ما مشاش التدريب، بقى مرتبط الفريق والشباب اللي تهاوى مع مرور السنوات الاقصى الظل. انما الان جهودات كبيره تبذل لعوده فريق شباب محمديه، الفريق اسطوري بلونيه الاسود والاحمر للعوده للواجهه. الفريق الان هو في القسم الثاني البطوله الاحترافيه وكيشق طريقه بثبات للعوده للواجهه. وصدقوني اذا قلت لكم على امتداد مشواري المهني زرت تقريبا كل القاره الافريقيه في كل الملاعب الشهيره على المستوى الافريقي الا واجد اسم فارس، الا واسال عن فارس كيف احوال فارس في مالي، في الكوت ديفوار، في السنغال، في غانا، في الكاميرون، في اي بلد افريقي اسمه فارس دعا صيته. واحد من مشاهير كرة القدم على المستوى الافريقي يحظى بالاحترام والتقدير. هذا اللي جعل الاتحاد الافريقي كرة القدم وخبراء كرة القدم يختاروا فارس واحد من افضل 20 لاعب في نصف القرن الاخير في مجال كرة القدم على المستوى الافريقي. لا اظن، هذا رأيي الشخصي المتواضع، لا أظن بأن رجل أخرى ساحرة قد تبدع كما فعل فارس، والدليل أنه الهداف التاريخي لكرة القدم المغربية على مستوى الفريق الوطني ب 42 هدف. فارس متعة كلها. أنا شاهدت فارس تقريبا واحد 10 سنوات الأخيرة في مشواره الرياضي، يسرى ساحرة بكل ما تحمل كلمة معنى، شكل إلى جانب العسيلة والحدادي ثلاثي الرعب في شباب محمدية. اعترافا بخدمة الرجل تم تكريمه مؤخرا بحفل تكريم يليق بقيمته باسمه وبموهبته. مسؤول شباب محمدية والعديد من فعاليات المدينة وكذلك العديد من الفعاليات الرياضية، التفضاء، عرس كروي رفيع المستوى، حضروا جمهور كبير عرفانا ما قدمه الرجل، حضروا كذلك نجوم كتر سابقون وحاليون، معزين بعض النجوم كرة قدم عالمية من ضمنهم روجي ميلا الهداف اسطوري كرة قدم الكاميرونية، وكذلك كافو أسطورة البرازيل إلى جانب مواطنه ريفالدو واحد من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم في 20 سنة الأخيرة. خلاصة القول نقول لفارس شكرا لما قدمته لكرة القدم بمدينة محمدية والفريق الوطني. دمتت أخلاق عالية، رجل بسيط وأبسط من البساطة، هذا يجعله في سن 74 لا زال فارس في قمة الشباب. وتستحضرون المسملحة قمت بروبورتاج على فريق شباب محمدية لما كان يستعد للصعود للمجموعة الوطني القسم الثاني، وجدت الرجل بمقربة من ملعب بشير قام بحصة تدريبية تناهز تقريبا ساعة. صدقوني وكأني به ما شاء الله في سن 25 أو 30. تلك هي شيم الكبار، شيم كبار الرياضيين. نقول لفارس شكرا لكل ما قدمته لكرة القدم المغربية. أمل كبير بأن تنجب كرة القدم المغربية فارس، وإن لم تجد أو إن لم تلد فارس على الأقل شبه فارس لنستمتع بلمسات رجل يسرى ساحرة قل نظيرها في الوقت الحالي. إلى اللقاء.